ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فراخ مشويه. تمام. اول حاجه جبت طماطميتين وبصله وفلفل وكام فص ثوم. بعد كده هنحط التوابل بتاعتنا: بابريكا وتوابل فراخ وملح وفلفل اسود، وهنحط كوبايه الا ميه. تمام. بعد كده هنضربهم في الخلاط. تمام. ما نكترش المية عشان ما تبقاش الخلطة خفيفة. تمام. بعد كده نفضل نضرب فيهم كده لحد ما يتدمجوا كلهم كده مع بعضيهم، وندوق حياجهم. لو حاجة مظبوط تمام. احنا هنا خلصنا ضرب. بعد كده فضيناها في الطبق. بعد كده هنحطها على الفراخ. تمام. دي كانت فرخة وحطيناها عليها، يعني لو كذا فرخة يعني نزود الكمية بتاعت التتبيلة. تمام. وهنقلبهم كلهم مع بعضيهم كده، وندخل التتبيلة في كل حتة في الفراخ، ونقلب نقلب نقلب. انا قلبت معاكم من شوية صغيرين، بعد ما فصلت الكاميرا قلبت كتير، يعني نقلب كده شوية حلوين، وندخل التتبيلة في كل حتة. وهنا واحنا في مرحلة الشوي، هنا ابويا يعني هو اللي كان بيشوينا. هنا كنا بنرص الفراخ على الشواية كده بتاعت الفراخ، وبنرصهم كده. تتبيلة الفراخ دي كان طعمها تحفة. وفي ناس بتضيف لها كوباية زبادي على توم باودر وبصل باودر والكلام ده. وانا كنت بوريكم بعد ما طابت كده، لسه داخلة في مرحلة الطيبان، وهنا كانت ابتدت تطيب شوية. احنا ولعنا على حطب وحطنا احلى فراخ تدوقيها. وهنا كانت طابت، شايفين منظرها ولونها كان عامل ازاي. ودي بعد ما طابت، شايفين الحلاوة واللون. بعد كده هنروح نعمل الطحينة. جبنا برطمان الطحينة، حطيناه كله ومية سخنة. في الخلاط اسهل، يعني بدل ما انت تقعدي تضربي كده في ايدك وايدك توجعك والكلام ده، يعني في الخلاط اسهل. هنضربها ضربتين وهتبقى حلوة وتجيلة، وكان طعمها تحفة. بعد كده هنحط لها البهارات بتاعتها وخلاص. البرطمان ده ريز الرزالة. بنقعد نطلع شوية الاخرانيين دول مقطعين مرة. المهم متنسوش تعملوا لايك. ماشي. بعد ما نزلنا الطحينة كلها اللي في البرطمان، حطينا كام فص توم. التوم ده بيديها طعم تحفة. حط كده كزبرة وملح، وطبعا حطينا التوم. وبس التوابل بتاعتها دي بس، مش هنحط تاني ولا هنكتر. تمام. في ناس بتحط لها كمون، بس الكمون مبيبقاش حلو. تمام. وهنحط كده ربع معلقة خل كده، وهنضربها كده في الخلاط. ولو في ليمون اعصره، بس احنا ما كانش عندنا ليمون يعني كده. بس نقعد بقى نضرب بيهم شويه كتار حلوين يعني كده لحد ما تتقل كده معانا. وهنا كنت بوريكم بعد ما خلصت الطحينه بتاعتنا الحلوه. تمام. دي بعد ما خلصت وحطها في التلاجة تمسك كده مع نفسها. بعد كده حطيت حله وفيها شويه ميه، سبتهم يغلوا مع بعض. بعد كده احط معلقه ملح وشويه زيت. مكرونه طبعا احنا هنعملها مكرونه سباكيتي. تمام. الكرنبايه دي احنا عملناها في فيديو تاني لوحدي. بس بعد كده حطيت المكرونه. كانت الميه غلت، حطيت المكرونه. الفراخ المشويه دي يا معاها مكرونه سباكيتي يا معاها رز ابيض، بس مينفعش حاجه تاني. بس وهنا كنا هنعمل الصلصه بتاعه المكرونه. بعد ما المكرونه طابت كده صفناها وانتوا شايفينها. بعد كده حطينا شويه سمنه حلوين كده. بعد كده هننزل على ببصلايه تكون حلوه كده. بعد كده نشوح فيها شويه، وكم فص توم كده يكونوا مدجوجين هننزل بيهم. ولو في فلفل تمام حلو حطي. نقلب فيها كده شويه حلوين لحد ما البصل يدبل كده. هنا البصلة كانت حمرت وكده. بعد كده هننزل بالكام فص توم بتوعتنا، نديهم تشويحة مع بعض.
بعد كده هننزل بالتوابل بتاعتنا الجميله. وهنا التوابل بتاعتنا كانت ملح وحبه شطه. بعد كده نحط شويه فلفل اسود يكونوا حلوين كده، وشويه توابل فراخ بس صغيرين، والمرقه وبس. يعني المكرونه كان طعمها تحفه. واهم حاجه نظبط الملح بتاعها. بعد كده نزلنا بالطماطم بتاعتنا اللي احنا كنا ضاربينها. تمام. بعد كده نسيبها تتسبك وهنا كانت اتسبكت الصلصه بتاعتنا. بعد كده نحطها على المكرونه، نقلبها قلبتين كده. بعد كده نفرغ. متنسوش تعملوا لايك. تمام. وادي الفراخ بتاعتنا والطحينه، وعملنا طبق سلطه محترم، وفرغنا المكرونه. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه.